المنتخب الوطني الجزائري الذي بين الحين والآخر سيكون أو سيصعد الحافلة. الجزائري يريد أن يتحدث للأنصار الذين قدموا لاستقباله بعد تسجيله لهدفين في كأس العالم. وهذا عيسى ماندي أمامه الوافد الجديد الذي يكتشف عيسى ماندي الذي يكتشف روعة المناصر الجزائري. كادامورو أيضا يعرفون جيدا كيف يتحاورون مع الشارع الجزائري. كل ما يقولونه كلمات آراء ستتابعونها حصريا في مختلف مواعيدنا الرياضية ونشراتنا الإخبارية المقبلة طبعا.
ستنطلق الآن من المطار اتجاه شارع التحرير والماي، قصر الشعب، أيضا البريد المركزي وشارع الشهيدة حسيبة بن بوعلي، وسط أجواء تشاهدونها رائعة يصنعها أنصار المنتخب الوطني الجزائري. إذن قائد الحافلة ينطلق الآن بأبطال الجزائر. حافلة جميلة جدا عليها وعلى أطرفها كل أسماء المنتخب الوطني الجزائري، اسم المدرب الوطني، الناخب الوطني الذي دخل تاريخ أيضا رفقة المنتخب الوطني الجزائري. هي شركة أو هي حافلة تابعة لشركة الوطنية SNVI، هي التي أرادت أن تنقل المنتخب الوطني في رحلته هذه في شوارع العاصمة ليحظوا بهذا الاستقبال الكبير من جانب أنصار. قالوا لهم وما زالوا يقولون لهم شكرا على ما حققتموه أمام أكبر وأقوى المنتخبات العالمية. للتذكير فقط، الحافلة التي انطلقت الآن من مطار هواري بومدين ستقودها رحلة إلى شارع التحرير حتى يعرف الناس أنها ستمر أيضا على شارع أول ماي، قصر الشعب أيضا، والبريد المركزي، شارع حسيبة بن بوعلي، وأيضا ستمر على شارع الشهيد ديدوش مراد بالعاصمة. صور تذكارية يأخذها اللاعبون الآن حول الأنصار الذين يصنعون كل هذه الأجواء الجميلة الرائعة، حتى ولو كنا في شهر رمضان الكريم، ومن دون شك أن شهر رمضان الكريم هو ما زاد الأمر جمالا وأبان على قوة التلاحم بين المنتخب الوطني الجزائري وأنصاره.